هاتي بيضتين وتعالي نعمل مع بعض احلى كيكه سنيكر بجد رهيبه. طعمها كده تحفه ورهيب وجديده، وفي نفس الوقت سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي وقت وكلها في الخلاط. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه مع بعض. قبل ما ابتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي اميره داوود، دي القناه بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه مع بعض. اول حاجه بجيب شفشق الخلاط عادي جدا، وابتدي ان انا احط فيه بيضتين بدرجه حراره المطبخ، وبعد كده بضيف عليهم كوبايه نص كوبايه من السكر، وكوبايه الا ربع من اللبن الحليب يعني، وكوبايه الا ربع من الزيت، اي نوع زيت تفضليه حتى لو زيت تموين. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض. طبعا انا ضفت كمان الفانيليا، هضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما يبقى لونهم فاتح كده. الكيكه دي سهله جدا، ممكن في الخلاط. الناس اللي ما عندهاش مضرب مش هنحتاج اي مضرب في الوصفه دي. بعد كده ببتدي بنخل عليهم كوبايه ونص من الدقيق، لازم انخلهم كويس جدا. وعندي كمان ربع كوبايه من الكاكاو الغامق اللي هو الخام، وعندي كمان معلقه صغيره من بيكنج باودر. وبس كده مكوناتنا في وصفه الكيكه. هقلبهم بالويسك العادي جدا لحد لما الدقيق بس يختفي، وابتدي ان انا الم الدقيق من الجوانب كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هيبقى معايا خليط خفيف شويه كده زي ما انتم شايفين. بجيب البايركس بتاعي او الصينيه بتاعتي بدهنها كويس جدا بالزيت، وبعد كده برش عليهم رشه كده ببطنها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبحط خليط الكيك زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا اسويه. وكون طبعا مولعه الفرن قبل ما ابتدي اي وصفه حلويات او كيك. مولعه الفرن على درجه حراره 170، هتقعد تقريبا ربع ساعه لتلت ساعه لحد لما ترتفع. واجي انزل فيها كده الخله تبقى ناشفه، طالعه معايا نضيفه وناشفه ما فيهاش اي حاجه. طلعت معايا كده اسيبها بس تهدى 5 دقايق، وبعد كده اجيب كوبايه من الحليب واحط عليهم معلقه من النسكافيه سريع الذوبان، بتديله نكهه حلوه جدا. واسقيها واسيبها تبرد تماما. بعد كده بحضر بقى الطبقه الثانيه من الكراميل. بجيب كوبايه من السكر بحطها على النار من غير ما المسها تماما، واول ما يكرمل معايا ويدوب تماما من السكر ويبقى لونه ذهبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحط عليه كوبايه ميه سخنه. وبعد كده بكون محضره كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين كبار من النشا، واقلبهم كويس جدا على البارد. وبعد كده بضيفهم على خليط الكراميل بالشكل ده، وافضل اقلب فيه على نار هاديه لحد لما يبتدي يتقل معايا ويبقى شبه المهلبيه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بحط اي كميه سوداني، انا حطيت نص كوبايه من السوداني، وبقلبهم. بعد كده برفعهم من على النار، وتكون الكيكه معايا هديت تماما او بردت، وابتدي ان انا انزل عليها بخليط الكراميل بالشكل ده. خلي بالك السكر تقفي عليه اول ما تحطيه على النار عشان ما يتحرقش منك ويبقى طعمه مش كويس. بعد كده بسيبها تبرد تماما واحطها في التلاجة من نص ساعه لساعه. هتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. ببتدي ان انا اقطعها. طبقه الكراميل اللي بتبقى متماسكه وفي نفس الوقت طريه زي ما انتم شايفين. ممكن ترش عليها بقى سبرينكس، ممكن ترش عليها فورماسي، شوكولاته فورماسي زي ما انتم شايفين. ممكن تقدميها كده على طول. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا، خفيفه اقتصاديه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. طعمها جوسي ومتماسكه، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.